تعالت في تونس أصوات الاحتجاج على ما سماه البعض فضيحة تطبيع فني مع إسرائيل. أصوات دعت إلى مساءلة فنانين تونسيين شاركوا في حفل قيل إنه نظم في إيلات لفائدة إسرائيليين من أصل تونسي، يظهر فيه أحد الفنانين هاتفا بحياة بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبره مناهضو التطبيع انقلابا على الموقف التاريخي لتونس من القضية الفلسطينية وتنكرا لمعاناة الفلسطينيين. هذه المقاطع التي نشرت على الفيسبوك أوقدت غضب كثير من التونسيين. تسجيل يظهر فنانا تونسيا يغني في حضرة جمهور من نوع خاص ويهتف بينهم بحياة بنيامين نتنياهو. يحيى بيبي نتنياهو زمان أنكر يحيى بيبي يحيى بيبي يحيى بيبي يحيى بيبي. تسجيل ثان يظهر آخر يتغنى بالمدفونة في كنيس الغريبة، مزار عريق في جزيرة جربة يقصده زوار يهود من كل أصقاع العالم. يا ساكنة في وسجمان ومقامك في جربة البيان، الكل جاي يزور مقام، يا غريبة ما تخلي في مقاطع مختلفة تظهر وجوه فنية تونسية معروفة بدورها لدى الجمهور التونسي، وفي غياب معلومات دقيقة عن التسجيلات باختلافها، قالت جريدة الصباح اليومية التونسية في مقال مقتضب حول الموضوع إن الهتاف بحياة نتنياهو حدث في حفل خاص أقامه إسرائيليون من أصل تونسي بالضبط في إيلات جنوب إسرائيل. على صفحات الفيسبوك انتشرت التسجيلات انتشار النار في الهشيم، وسرعان ما تكونت مجموعات منادية بسحب الجنسية من الشريف ومن معه فيما يعتبرونه جريمة لا تغتفر، لأنها تتضارب جذريا من وجهة نظرهم مع التزام تونس المعلن رسميا وشعبيا بالقضية الفلسطينية. ضجة ترددت أصداؤها في اتحاد الشغل وغيره من المنظمات الأهلية لتعيد إلى الواجهة جدل التطبيع تونسيا مع إسرائيل، ففي ظل نفي رسمي لأي علاقات خفية مع تل أبيب توقف المناهضون للتطبيع عند محطات أثارت حفيظتهم، لعل أهمها فتح مكتب تجاري إسرائيلي في تونس سنة 96 في مرحلة شهدت فيها وعود السلام ازدهارا ملحوظا، ثم بسبب طائرة إسرائيلية حطت ولأول مرة على الأراضي التونسية يستقلها سيلفان شالوم الذي قدم إلى بلاد الزيتونة ليس فقط ممثلا لشارون في القمة العالمية للمعلومات، وإنما كذلك ليجول بين اليهود التونسيين ويزور مرقد الغريبة الذي هاجمته فيما بعد القاعدة بشاحنة مفخخة في حزيران سنة 2002. شارون الذي وإن لم يأتي إلى تونس في تلك القمة فقد ذهب إليه العضو اليهودي التونسي في مجلس المستشارين جوزيف بسميت يعوده في مستشفى هداسة بعد دخوله في غيبوبة عميقة. ما خفي قد يكون أعظم، استنتاج ذهب إليه كثير ممن تساءلوا عن السياق الذي نظم فيه الحفل، وهل هو سابقة في بابها وسط تأكيد قديم جديد على التفريق بين الصهيونية واليهودية. ففي تونس عاشت طائفة يهودية منذ التاريخ القديم أنجبت عددا من مناهضي الصهيونية وأنصار الحقوق الفلسطينية مثل جورج عدة والمحامية جيزيل حليمي، يهود ناهضوا الصهيونية ورفضوا كل أشكال التطبيع مع دولتها.